أخيرا ابتسمت الكرة للزمالك، ابتسمت لعم صلاح ومؤمن مرجان وغيرهم من ملايين جماهير الزمالك المخلصة. الحلم اتحقق وأصرت الجمهور وأصر الجمهور على تحقيقه، اللي ما بصوش لإيقاف قيد ولا قلة فلوس ولا أي حاجة ولا أزمات، اللي بصوا لحاجة واحدة بس، دعوات الملايين. طائرة الزمالك تحلق في استاد القاهرة، تستعد حاليا للهبوط. جمهور نادي الزمالك يستحق العلامة الكاملة، جمهور كبير عظيم في عز الأزمات كان حاضر وموجود، صدق الحلم وأقنع فرقته، وبالفعل الزمالك هو بطل الدوري الممتاز. قصة عاشها تبقى أجمل نهاية لأجمل قصة عشناها في الكرة المصرية. مبروك لجماهير الزمالك أولا وثانيا وثالثا، مبروك للاعبين والجهاز الفني، مبروك لكل عناصر المنظومة، إدارة وجهاز كرة، مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك، مبروك لكل فرد آمن بنادي الزمالك هذا العام رغم أزماته، رغم مشاكله، رغم المعاناة الشديدة، ولكن قدر إن هو ينتزع بطولة، رغم الخروج من الكونفدرالية، ولكن فرقة الزمالك النهاردة حاضرة بمعنويات عالية. مبروك، فاز من يستحق، مبروك للملكي، مبروك للزمالك. والآن الطائرة تستعد للإقلاع ثم الهبوط في استاد القاهرة لتسليم درع الدوري الممتاز في الموسم الأقوى، الموسم الأصعب، موسم خاص واستثنائي. استوديو النهارده للتاريخ واحتفال أيضا للتاريخ. كل واحد بص في ورقته، الزمالك عمل اللي عليه، الأهلي كسب، بيراميدز كسب، ويبقى الوضع كما هو عليه. الأهلي في المركز الثالث، بيراميدز في المركز الثاني، والزمالك في المركز الأول. فرحة كبيرة للاعيبة نادي الزمالك وفرحة مستحقة، ويبقى الحلم اتحقق. وأكيد النهاردة وإحنا بنتكلم لازم نقول ونعيد ونزيد، جمهور الزمالك هو أحلى ما في المنظومة، في منظومة كرة نادي الزمالك. جمهور الزمالك هو صاحب الفرحة، جمهور الزمالك هو صاحب الابتسامة، جمهور الزمالك هو صاحب الدعم، جمهور الزمالك هو النجم رقم واحد بلا منازع. الفرقة اللي وراها جمهور زي الزمالك ما تقلقش حتى لو عندها أزمات، حتى لو عندها مشاكل. مبروك لأساطير نادي الزمالك، مبروك زمالك حسن شحاتة وأيمن يونس وحازم إمام وشيكابالا، مبروك لكل واحد ساعد في هذا الموسم، مبروك لمجلس الإدارة بالكامل، مبروك للجهاز الفني، مبروك لجون أدوارد نجاح التجربة، مبروك لمعتمد جمال تحمل الصعاب، مبروك لمحمد شحاتة اللي تحامل على نفسه، مبروك لعبد الله السعيد، مبروك لعواد اللي غير النهارده المباراة، مبروك لكل لاعب باسمه، مبروك لمنظومة استحملت السنة دي كتير، مبروك للراجل اللي بيرقص ده وابنه، مبروك لكل واحد شجع نادي الزمالك واجتهد، ما كانش بيطلع في الكاميرا وما كانش عامل حسابه ان هو هيبقى نجم الكادر، ولكن هو بيشجع كيان، بيروح عشان يطلع اللقطة اللي حضراتكم شايفينها. ربنا في الاخر بيدي المجتهد. جمهور الزمالك تعب السنة دي، جمهور الزمالك السنة دي يستحق هذه اللقطة. جمهور الزمالك هو الفائز بهذه البطولة. الكرة المصرية هي اللي كسبت موسم استثنائي وكسبت مشهد حضاري قدام العالم كله. جمهور متحضر بيحتفل، وهارد لك لجمهور النادي الاهلي في برج العرب، ومشهد اكثر من رائع، وبيراميدز في البطولة الافريقية، والاهلي في الكونفدرالية، والزمالك في الصدارة، وعواد بيحتفل، والجميع فرحان داخل المستطيل الاخضر، وفرحه اكيد كبيره. واحنا هنا فوق كنا على مسافه واحده من الجميع، ولكن يبقى الزمالك هو عريس هذه الليله، يبقى الزمالك هو النجم بلا منازع. مش بس الدرع بيهبط في استاد القاهره، السعاده والفرحه كمان بتهبط على 100 عقبه. كم الفرحه لجماهير الزمالك غير عاديه. بطل حدوته الدوري المصري الزمالك عن استحقاق، بصراحه لعيبه ابطال. لكن عايز احيي معتمد جمال قوي 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 على المجهود الرائع اللي عمله، على ذكائه في قياده الفريق، على اقتداره في التعامل مع كل اللعيبه اللي موجوده عنده. جون ادوارد تجربه نجحت، جون ادوارد تجربه رائعه، والراجل ادى دور غير عادي. لكن الزمالك دايما بيبص لبكره، والزمالك دايما عنده صفحه بتتقلب وصفحه بتتفتح، بس النفس مفتوحه، ان انت تبتدي ونفسك مفتوحه، دي ميزه. لحظات هبوط الطائره دي طلعت من صاله اير تاكسي،
ووصلت استاد القاهرة بالسلامة ونازلة في سنتر الملعب، والجميع بيستعد لهبوط درع الدوري الممتاز لموسم 25-26. الفائز الأكبر هو الكرة المصرية، الكسبان الأكبر هو الإعلام المصري. المكسب الحقيقي هو اللقطة والمشهد الرائع اللي احنا شايفينه أمام حضراتكم بكل سلام. تهبط الطائرة في مشهد رائع. ده الصورة اللي شفناها امبارح على كل موبايلات السوشيال ميديا، لأن كان في بروفا بالأمس. تنظيم ياخد العلامة الكاملة، مشهد للدورة المصرية، نرفع القبعة وتقف وتقول أنا مصري كده وانت رافع راسك. تنظيم كبير وأداء رائع جدا جدا جدا. مشهد الحقيقة يسعد الجميع. أكيد كل الزملكاوية النهاردة طايرين من على الفرحة، ماشيين على المية، وأكيد كمان كل الأهلاوية النهاردة بيقولوا لهم مبروك، احنا موسم صعب بالنسبة لنا. الجميع في الآخر روح كسبان، الجميع روح كسبان باللقطة والمشهد اللي حضراتكم شايفينه أمامكم. أنا بالنسبة لي عملت اللي عليا، والكرة المصرية عملت اللي عليها، وجمهور النادي الأهلي حاول، وجمهور نادي الزمالك طلع كسبان، وكل حاجة طلعت حلوة، والجميع عنده حالة سعادة كبيرة. أيمن يونس مبسوط، أحمد حسن مبسوط، عماد متعب شايف إن الزمالك يستحق، وهذا هو العدل في النهاية. كرة القدم يوم معاك ويوم عليك، الموضوع سهل وبسيط. تبقى في الأول وفي الآخر الروح المعنوية العالية. في الآخر مفيش حاجة اسمها تعصب، مفيش حاجة اسمها مضايقة، مفيش حاجة اسمها زعل. دي رياضة، لغة تقدم الشعوب. الكرة المصرية هي النهاردة اللي كسبت، الكرة المصرية هي اللي كانت محلقة في سماء استاد القاهرة. المشهد زي ما حضراتكم شايفينه، تنظيم بفضل الله يدرس، تنظيم أكثر من رائع. المتحدة للرياضة بتبدع، مشهد رائع جدا. الناس كلها قالت لك طيارة استاد القاهرة، ازاي الدرع ينزل، ازاي، طب فين الناس، طب هنفضي الاستاد ازاي؟ في 5 ثواني استاد القاهرة لا يوجد أحد. وأدي المشهد أمام حضراتكم، درع الدوري الممتاز وصل بالسلامة أرض استاد القاهرة. جمهور نادي الزمالك ينتظر تسليم درع الدوري، واحنا في انتظار المراسم، وجمهور الزمالك في انتظار الاحتفال، وايمن يونس في انتظار ان هو يروح عشان يشوف مين اللي هيعزمه على العشاء. مبسوط انت عجبنا النهارده بقى. لا لا لا، حاجه منظر روعه واسلوب رائع، والشكل كله مفرح ومبهج، وحاجه مشرفه لمصر زي ما انت قلت صراحه. بس كنت هتخترع ايه؟ 3 فرق بتلعب على بطل الدوري. اللحظه دي تم اخراجها بشكل رائع جدا بصراحه، والحدوته كملت، والحدوته خلصت، والحدوته انتهت النهارده. فوز الزمالك، واعتقد فوز صحيح. يعني ألف مبروك لنادي الزمالك والجماهير ومجلس إدارته. موسم صعب ويستحق نادي الزمالك، يستحق، لأني في ظل الظروف دي كلها هي أنا شايف إن متعة البطولة بالنسبة لجماهير نادي الزمالك بالتحديد في الظروف دي، لأن دايما لما بتكون الظروف مهيئة بالنسبة لك بيبقى ده خلاص أنت بتعمل حاجة عادية، إنما لما تكون الظروف صعبة وعندك ايقاف 18 قيد ونقص في اللعيبه والجمهور مصدق والجمهور مساند والجمهور واقف لحد اخر لحظه، فاعتقد الجمهور ده كان يستحق النهارده ان هو يفرح كمان بعد خساره الفرقه في مباراه في بطوله الكونفدراليه الاخيره. انما مجهود كبير من لاعبي نادي الزمالك، مسانده كبيره من الجماهير، تحيه لكل اللعيبه اللي موجوده، لان زي ما قلت يستحق. هي عبد الله السعيد، هي العدي الدباغ، هي العواد حتى بقاله فتره طويله. الفرقه كلها النهارده لعبوا بروح عاليه جدا. طبعا ضغط عصبي كبير جدا جدا في الماتشات اللي زي دي، تحمل مسؤوليه، لانك انت بتتكلم على 90 دقيقه ممكن كمان انك انت ما تكسبش فيها البطوله، فالموضوع كان صعب جدا. انما نادي الزمالك يستحق، عن نقول بدايه من الدور الثاني والسبعه الكبار اللي فوق. نادي الزمالك يستحق بشكل كبير جدا. يعني الكل طبعا الكل موجود في البوكسات، في المقصوره، طبعا في الثالثه يمين. ولكن انا النهارده اكيد فوز مهم لنادي الزمالك، فرحه كبيره لجماهير نادي الزمالك ويستحقوها، لاني
الجماهير بتاعت نادي الزمالك لو بنتكلم على الدوري ده هو دوري الجمهور، وليس الدوري مجلس اداره، وليس الدوري لاعبين ولا جهاز فني، هو دوري جمهور نادي الزمالك، لان هو امن لحد اخر ثانيه، ورغم الظروف الصعبه كلها فضل واقف فرقته وفضل مساند فرقته. انما النجاح الاكبر هو اللي احنا اليوم اللي احنا شفناه النهارده واللي ما زلنا احنا موجودين فيه لكره القدم المصريه. ده النجاح الاكبر، وده اللي بيأكد رياده كره القدم المصريه